تخيل معي يا عزيزي المشاهد انك تبي تفتح مشروع، ومن هذا المشروع تبي تصنع منتج مميز، وهذا المنتج يكون خليط بين شيئين متناقضين. فكرت وفكرت واختار على بالك انك تبي تبيع ميلك شيك مكرونة ومعاه عصير معدنوس وحتى شوكولاتة بالنعناع. لا اصبروا، فعلا موجود في شوكولاتة بالنعناع. من الكائن اللي ياكل في شوكولاتة بالنعناع؟ المهم زي ما معروف انك مستحيل تبيع شيء من هذه الخلطات لانها ومنطقيا غير قابلة للاستهلاك البشري. وهذا يا اعزائي ما فعله نجم اليوم بهجت، حيث قرر انه يصنع نوع فن اسمه اي بوب او البوب العربي. يعني تخيل ان جماعة العرب المعروفون بالحضارة والاسلام والعزة والسيوف والخيل والليل والبيداء ومش عارف شنو بانعم ناس في الفن والتاريخ، هم الكيبوب. يعني راح يطلع لك اسوأ واعفن شيء سمعته الاذن البشرية بعد الاغاني المغربية والجزائرية. المهم تو اترككم مع مقطع اليوم. خير شباب، شحالكم، شخباركم، شنو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم نتكلم على الاخ بهجت اللي قرر يرتكب ابادة جماعية للاذان البشرية. هذا الانسان حرفيا يقدر يكتب لك اغنية على اي شيء في الحياة، لانه حاليا قاعد ينزل كل يوم في ريل جديد باغنية جديدة. عدد البوماته في اسبوع واحد خطط البومات امينيم في كامل مسيرته. حاليا ممكن يجي حد يقول لي اوكي هذا معناه موهوب ويعرف يكتب اغاني بسرعة. احب نقول لك لا ابدا، حرفيا اغاني عبارة عن اي شيء. يعني تسبب بوم ينزل عليك ديستراك كيوت، تشكرب بوم ينزل عليك اغنية شكر، يحس انه فضائي بوم ينزل اغنية على احساسه، وفعلا نزل اغنية على هذا الاحساس. لهذا خلونا نشوف احد اغانيه. كتبت أغنية لكل الناس اللي تحارب في الاضطهاد بأي شكل من الأشكال. بارك الله فيك يا أخ بهجت على دعمك للناس المضطهدة. فعلا الناس محتاجة دعم نفسي ومعنوي بسبب الاضطهاد اللي نعيشه حاليا. سمعني أغنيتك واطربني. أنا ومن هذا المنبر أعلن كامل دعمي للاضطهاد، لأن زي ما تعرفوا وقال الشاعر في ناس محتاجة أن تضطهد حتى تعرف قيمة الحرية. زي ما بنضطهدك حاليا بسبب لبسك للون البودري، باش تعرف إن الراجل مفروض ما يلبسش بودري أو زهري او اي شيء فيه ورد. يا اخي من طفولتنا معروف ان الوردي للبنت والازرق للولد، وكثر ربي غير الالوان وجاي تلبس لي في اكثر لون نسائي في التاريخ. لماذا؟ واي؟ المشكله ان عنده اغنيه تانية لابس فيها وردي من رقبته لرجليه. كتبت أغنية صارت أكثر أغنية مشهورة في الفن العربي عن جمهور الكي بوب. You got that hometown smile, you got that look in your eyes that says oh everything will one day be alright. You got that hometown smile, you got that look in your eyes. وربي انها اكثر مشية دلوعة وزيستي شفتها في حياتي. مشيته لبسته سلاسلة، الراجل فيه كمية انوثة لدرجة انه مشكوك فيه الحق، الا وجهه طبعا قاعد محافظ على رجولته الله يبارك. واما بالنسبة لهذه المشية والتصرفات اخي بهجت، نحب نقول لك وبكل اخوية وحب وعاطفة وتسامح انك تدير تحليل لنسبة التستوستيرون عندك، لان زي ما تعرف هذه المشكلة بدت شائعة في هذا العصر، ومستويات التستوستيرون عند الذكور بدت تقل مع مرور الزمن. ايه زي ما حاليا لما نشوفوا واحد يتسيب البنت اللي يكلم فيها يبدا يقول بالله عليك لا تتركيني ارجوك ما اقدرش اتنفس. واللي ما يعرفش شنو هو التستوستيرون فهو الهرمون المسؤول على رجولته، زي شعور انك تبي تكون اقوى ومسؤول اكثر وانك تاكل كف وما تبكيش. لكن من اهم فوائده انه ما يخليكش تدير هذه الحركات. لهذا اعتبرها نصيحة يا اخي بهجت، وخلينا نشوف الفيديو اللي بعده. كتبت أكثر أغنية رومانسية في التاريخ. You gave me water, I was dried out. You made me home when I was just land. You make a castle out of my sand. Always when times are باتمان لو ما قلتلوش اهله وعاش متدلع بفلوس بوه. وبعدين وين الرومانسية؟ الكلمات عبارة عن اعطيتيني مية لما كنت عطشان يحسسك انه جمل، وخليتيني بلاد بعد ما كنت قطع طرد يحسسك انه مخطط سكني. شنو تقول خوي؟ لكن ما علينا من هذا كله. في فيديو تاني لوحدة على اساس سألتها شنو هو الاي بوب، وهذا كان رده، ونبيكم تركزوا لي في الكلمات بس. مرحبا أسو، الأي بوب هو be like BTS, representing my people. لا شكرا، انت ما تمثلناش للاسف، لان لا نتحركوا بهذا الشكل ولا نتكلموا بهذا الشكل ولا نلبسوا زي مايكل جاكسون اساسا. Be a goo goo gaga, كيف goo goo gaga. جوجو جاجا كويس، وكتبها في الترجمة أثير الضجة كجنون ليدي جاجا. على كيف جدك اللغة هي يا عمي؟ من العبيط والأهبل اللي حيصدق إن جوجو جاجا معناها أثير الضجة كجنون ليدي جاجا. كلنا نعرف إن جوجو جاجا هي لغة بيبين ولا مش عارف شو يسموا فيها، يعني بيبي يقول جوجو جاجا. يعني الترجمة الحرفية لكلمة بي جوجو جاجا اون ذم إن نكون بيبي يقول جوجو جاجا عليهم. وشكرا وكمل. On them, you know, I know, we know that A-pop is love, A-pop is clean, A-pop is being who you
لا ما حد يعرف ان الايبوب هو الحب والسعادة، لان ما فيش شيء اساسا اسمه ايبوب. كيف تقدر تعرف شيء مش موجود اصلا؟ واو، وانا اللي كنت نحسب ان ستوريات دريك وحركاته اكثر شيء زيستي ودلوع في الحياة، لكن طلع لنا منافس شرس اطاح بدريك. تشدي اخوي نوظ بالك وين تحسب روحك. لا، وكاتب كلمات يستهدف بها المراهقات اللي ناقصات عاطفة. لو حاس نفسك وحيد ولا تنتمي لأي مكان، أنا حاس بيك وأنشأت هذا المكان حتى تكون بأمان. برو بطل وهم. اولا لو تشغل الاغاني الشيء الوحيد اللي راح يكون معاك هذاك الجن والشياطين اللي يرقصوا بجنبك، لهذا من ناحيه الامان وهمي وهذا متفقين فيه. وبعدين بالله عليك كيف بتحسسني بالانتماء والامان وبتحميني وانت ما تعرفنيش اصلا؟ يعني واو، بقدره قادر لما نسمع لموسيقاك سيكون علي درع يحميني من كل شرور العالم. يا عمي، يا اما كلامك فيه عبط وانك مش بكامل قواك العقليه، يا اما انك تحسب الحياه الواقعيه زي قصص ديزني. اول ما الاميره تغني تبدا الحيوانات اللي في الغابه ترقص وتبنى القصور ويعيش الجميع في سعادة. ها لو انت شايف الدنيا هيك لا انت عبيط، مع احترامي لك طبعا. وبعدين يا اخي ما عندكش لبسة زي البشر؟ مرة تحولت لباربي ومرة باتمان وتوا مايكل جاكسون. يا اخي وريني اي لبسة يلبسوها البشر الطبيعيين. كويس، حتى اللبس التقليدي فسد امه. بعدين مش هذا التاج اللي يبيعوا فيه في محلات الالعاب اللي يعطوا فيه البنات على اساس انها تكون اميرة؟ لا خلاص ضاعت هيبتك يا اللبس التقليدي الليبي. لو تحبوا بي تي اس، بلاك بينك، ستري كيدز والكيبوب بصفة عامة، نتمنى تعطوني ثواني من يومكم. اوكي. أنا بهجت. هاي بيجو. نكتب ونلحن ونوزع في كل أغنية لوحدي بعد ما رفضوني شركات الإنتاج. بالله يا شباب وقفة احترام وتقدير لشركات الإنتاج التي قامت بحماية أذان آلاف من البشر. يا عمي مين بيقبلك أصلا؟ كثر خيرهم لو حطوك تغني أغنية البداية لدور الجزء الجديد. هدفي نكون أول فنان عربي عالمي ونصنع في موسيقى اسمها الأي بوب، اللي هو ندمج ما بين العربي والإنجليزي. لو كان قصدك بالدمج هو 99% إنجليزي 1% عربي فصحيح، لأنه هو حرفيا كل أغانيه اللي اشتهرت كانت باللغة الإنجليزية. المشكلة مش هنا، المشكلة أنه مسماها أي بوب. يا أخي وين الأي في الموضوع؟ أنت بهذا الشكل عبارة عن خليط بين لبس مايكل جاكسون ورقص بطس وتصرفات باربي وواحد يغني في الحمام. وإيه هذا اللي يصير لما تخلي ولدك يسمع أغاني بطس. وصدقوني أي واحد يسمع لأغانيهم فمشكوك فيك 100%. نت أوكي ممكن عندهم مشاعر ويسمعوا في كلامهم وكذا وحلوين، لكن ولده تسمع أغانيهم لا في موضوع. وانا خلاص يعني لو زدت اكثر راح نتنمر عليه، لان اللي فاتوا كلها كان مجرد نقد بس، ويا ريت يعتبرها نقد بناء، لانه زي ما تعرفوا ما عادش نبي نكون اي عدد. كتبت اغنيه لابوي الخاين اللي حلف على المصحف الكريم انه ما عادش حيكلم المراه اللي يخون في امي معاها، ولما اكتشفت انه كذب علي وواجهته قال لي يا عمي خلاص، هذا عنوان اغنيه ولا قصه حياتك مع ابوك؟ الاخ انسجم وبدا يفضفض. قلت له كيف قال لي نزوة بيبي يا هزوة. بالله تخيل يا عزيزي المشاهد انه يدور بك الزمان ويجيب ولد عاق زي هذا ويجي يقول عليك قدام الناس كلها انت كذاب وخاين وهزوة وكلام تاني. لا هو فعلا هزوة، كان راجل يجي يقول لك. خليني اعطيك مثال لحياتي مع ابوي. اسمع يا ولد. نعم حاضر يا ابوي. اعطيني الريموت اللي في ايدي. كيف هو في ايدك يا ابوي؟ قصدك ترد علي انت؟ لا والله ما قصدي يا لا ابوي. انت بديت ترد علي يا اخر وقت، تحسب روحك بديت راجل هيك. صرفنا بيوم لا مدى سوا. لا هي حركاتك هذه بس سبب كافي ومقنع ان تخلي ابوك يسيبك انت وامك وجدك والبلاد كامله. خليني من الوالده عندك يمكن او غالبا هي امراه كويسه وطيبه وبارك الله فيها، وبارك الله فيها انها ما قتلتكش اصلا، لكن غالبا وصدقني ان السبب الاساسي ان ابوك سيب امك هو انت. مش عارف كيف حيقابل ربي وانا مش عارف امتى بتبدا تلبس زي التريس. اخي الحبيب بهجت، خليني نعلمك درس في الاخلاق والادب، يمكن لان ابوك ما عاشش معك وعلمه لك. وهو انا مش لازم اي حاجه تصير في حوشكم تحكيها للناس، لا وفوقها على النت وتغني فيها اغنيه، يعني فخور بمشاكلك العائليه انت ولا كيف؟ لا واخذ صورته وتقطع فيها قدام الناس وتوري في الناس صورته، مهما كان بوك سيء او دار من مصايب او مهما كنت انت عاق، ما تجيش تغني عليه قدام الناس وانت لابس بودري فوق، يعني الحق مش معك اصلا، اي واحد بيشوف لبستك بيقول لك انت خيف. فمشاكلك العائليه عزيزي بهجت
بهجت خلها بينك وبين نفسك وبين عائلتك. ونبي نوصل رسالة للأخ بهجت: الحياة مش وردية وبراقة زي حوايجك اللي تلبس فيها، ولا الأغاني راح تحسن حياة حد، إنما بالعكس تزيدك وتزيدهم ذنوب وتندفن معاك في القبر. ولا تقول لي لا الحب قوي وسوف أنتصر بحب جمهوري. صدقني راح يتغير مفهومك للانتصار لما نجيب كلاشن ونحطه على جبهتك. وفي النهاية مش أي حد ينتقدك يعني يكرهك أو حاسدك، يمكن شاف فيك شيء غلط يبي التحسين، لأن في مليون شيء تقدر تديره أفضل من هذا. واحدهم إنك تدخل لمحل ملابس رجالية وتشتري حوايج رجالية. لا أوكي نبص، لا ولا نقولك ما نبصرش بجد، يعني نحكي لا أمزح حاليا. ادخل لك لمحل ملابس رجالية واشتري شوية ملابس رجالية وغني وتشقلب وارقص بقى، مانيش مهتم. لكن يا أخي حسن ذوقك في اللبس، البس حتى جلابية، لكن ذوق باربي ومايكل جاكسون فكنا منه. وثاني أحسن شيء تقدر تديره إنك تعتز برجولتك وما تقلدش شوية ناعمي اللي كل فترة وفترة تسمع بحد فيهم تخل حالة نفسية واختصر حياته. لهذا لا مش حاسدك ولا كارهك، إنما ننصح فيك ونجيب منك مشاهدات، يعني واضح هذا الشيء يعطيك. المهم هو هذا كل اللي كان عندنا اليوم، وما تنسوش الاشتراك واللايك، ومنورين شباب وشابات. تشاو.